في الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة اللي سألتوها لي سواء في الرسائل أو في الكومنتات. كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف إجابة سؤالك، وكمان ممكن تستفيد من الأسئلة التانية. بس قبل ما نبدأ، عشان تدعم المحتوى ده ما تنساش تعمل فولو ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس، وهتلاقوا كل اللينكات في البايو. أنا طارق صلاح وده الجراج. أول سؤال كان بيقول ليه لما بدور العربية في أول اليوم بتعمل صوت صفير؟ ده بسبب سير الدينامو، والسير ده بيبقى رابط الموتور بالدينامو بالكمبريسور بتاع التكييف، ومادام وصل للمرحله دي وبدا يعمل الصوت ده فده معناه انه نشف وعمره الافتراضي انتهى وممكن يتقطع في اي وقت ويوقف العربيه، فيفضل تغييره في اسرع وقت. السؤال الثاني بيقول ليه لما بعدي سرعه 100 وباجي اهدي بيبقى في رجه في الدركسيون؟ هل ده بسبب اني خبطت الجنطه قبل كده ومحتاج يتغير ولا في حاجه ثانيه؟ اولا لو الرجه بتيجي مع الفرامل فده معناه ان المشكله هنا في الطنابير، والطنابير مش مستويه بنسبه 100%، يعني فيها ريجه بالبلدي كده ومحتاجه تتخرط عند خراط لو السمك بتاعها يسمح، وده طبعا على حسب كتالوج العربيه بتاعك، او تتغير وده طبعا افضل عشان ده بيأثر على قوه الفرمله. وطبعا لما تتخرط او تتغير لازم تغير معاها طقم تيل جديد عشان التيل القديم ما يبوظش الطنابير الجديده. السؤال الثالث كان بيقول اجيب تيجو 7 ولا سوزوكي سويفت؟ والله مقارنه بين عربيتين مختلفتين تماما. بكل بساطه لو عايز عربيه عاليه وعائليه وواسعه خليك في التيجو، ولو مش فارق معاك الحجم وعايز سيتي كار تتنقل بيها جوه المدينه وتكييفها حلو وبتشم بنزين يبقى طبعا السويفت تكسب. السؤال الرابع من حد معاه اوبترا الشكل القديم، وكل ما بيشغل التكييف الفرامل بتحجر تحت رجله، لكن في السفر بتبقى ماشيه وكل حاجه تمام. بص، هو ده من العيوب الخبيثه اللي دايما بتبقى محتاجه كشف ومحتاجه تمشي ورا كل الخيوط بتاعتها، بس انا هقول لك خيط منهم وان شاء الله يطلع هو. في حاجه اسمها البريك بوستر او السيرفو زي ما احنا بنسميه، اللي هو السيرفو بتاع الفرامل. ده وظيفته انه بيساعد معاك في دوسه الفرامل، يعني بياخد الدوسه بتاعتك للفرامل وبيضاعف قوتها عشان يخليك مرتاح وانت بتدوس على الفرامل. والسيرفو ده بيشتغل بالهواء، يعني بياخد هواء من الموتور لما العربيه بتشتغل، ومعنى ان الفرامل بتحجر يعني السيرفو ده مش بيقوم بدوره وفيه تسريب، يعني ما فيهوش كميه الهواء الكفايه، او انك لما بتشغل التكييف امداد الهواء ليه ما بيكونش كفايه، وده بيحصل نتيجه تسريب في خراطيم الهواء او في الخرطوم اللي بيدخله الهواء او في البلف اللي موجود على الخرطوم ده، فيفضل تروح لفني محترم بتاع فرامل يكشف لك على المنظومه كلها. السؤال الخامس كان بيقول معايا بومه 1600 اوتوماتيك، كل يوم بقيس مستوى الميه في القربه وبيكون مظبوط، بس هي بتنقص في الراديتير بنسبه صغيره وبزودها كل يوم. عملت كبسه الدوره وما فيهاش تسريب. اللانسر البومه دوره التبريد فيها مفتوحه مش مغلقه زي العربيات الاوروبي، يعني لما العربيه بتمشي والضغط بيزيد جوه دوره التبريد او جوه الراديتير، الغطا بتاع الراديتير بيطلع شويه ميه للقربه عشان يحافظ على الضغط ده، واللي بيحصل عندك وارد يكون بسبب ان غطا الراديتير بايظ، ووارد للاسف يكون بسبب جوان وش السلندر يكون بيهرب ضغط الموتور على غرف التبريد، فبيزود الضغط جوه الراديتير عن الحد اللازم وبيخلي الميه تنقص. السؤال السادس بيقول عربيتي جلوري موديل السنه وكنت بحط زيت توتال 5000 20W50، وحد نصحني اقلل شويه واحط 15W50. عربيه موديل السنه يعني كتالوجها موجود، حرام تحط لها زيت معدني 20W50، وعموما لو بصيت في الكتالوج هتلاقي اللزوجه المناسبه للموتور. السؤال السابع كان بيقول فتحه السقف بتاثر على البارومه؟ طبعا ممكن تعمل بارومه في العربيه لو الفتحه بتاعه السقف مش بيتعمل لها صيانه، ولو المجر بتاعه الميه بتاعتها مسدوده، فهتلاقي الميه بتاعه المطر وبتاعه الغسيل بتخش جوه العربيه وهتبوظ فرش السقف من جوه، ومع الوقت هتعمل بارومه. عموما انا كنت عامل فيديو عن صيانه فتحه السقف، انصحك ترجع تشوفه. السؤال الثامن كان بيقول عندي هوندا سيفيك بره مصر وهنزلها، فهل بالنسبه للصيانه وقطع الغيار متاحه في مصر خصوصا اني من الصعيد؟ اعتقد سهل تلاقي الصيانه وقطع الغيار بتاعتها جوه القاهره، لكن في الصعيد ممكن تواجه شويه صعوبات، انصحك تسال الناس اللي حواليك. السؤال التاسع كانت من متابع عنده عربيه ونادرا ما بيستخدمها، فما بتوصلش للكيلومترات المطلوبه لتغيير الزيت، فالمفروض يغير الزيت كل قد ايه؟ في زيوت موتور صلاحيتها 6 شهور وفي زيوت تانية صلاحيتها بتوصل لسنه، فعشان تبقى في السليم وانت مش عارف انت حاطط انهي زيت منهم وصلاحيه الزيت اللي انت بتحطها قد ايه، غير الزيت كل 6 شهور، وزيت الفتيس غيره كل 3 سنين حتى لو ما مشيتش بالعربيه، وزيت الفرامل لازم يتغير كل 2 سنين حتى برضه لو ما مشيتش بالعربيه. وتاني الارقام دي بتختلف من عربيه للتانيه، بس لو مشيت عليها هتفضل في الامان. السؤال العاشر كان بيقول ممكن تتكلم اكتر عن الفتيس الدول كلاتش؟ والله قلت عنه كل حاجه في الفيديوهات اللي فاتت، قول لنا انت عايز تعرف عنه ايه. السؤال ال11 بيقول ازاي اعرف اذا كانت الميه بتاعه الراديتير او سائل التبريد كويسه ولا مضروبه، وغيرها من التوكيل ولا من بره عشان هو حط ميه وشاكك ان هي مش كويسه؟ ببساطه الميه الاصليه مش بتتجمد، فهات منها كوبايه بلاستيك وحطها في الفريزر، لو اتجمدت تبقى مضروبه، لو ما اتجمدتش تبقى الميه دي سليمه. وطبعا اضمن حاجه انك تشتريها من التوكيل او من موزع معتمد.
السؤال ال 12 بيقول انا العربيه عندي لمعانها الطفل، وكل ما بغسلها بتتوسخ وبتلم تراب جوه وبره بسرعه، فازاي انضفها صح؟ وهوايات التكييف اللي في التابلو اتكسرت ومش عارف تتغير منين. انا لسه منزل فيديو عن الحفاظ على لون العربيه، انصحك ترجع تشوفه. وبالنسبه للهوايات ممكن تدور على اليوتيوب ازاي تتفك لنوع عربيتك، وما تقلقش هتلاقيها سهله جدا، وكمان هتلاقيها بتتباع عند بتوع الاستيراد. السؤال ال 13 بيقول ازاي اعرف ان فريون العربيه قرب يخلص؟ بص، هو مفيش حاجه اسمها كده، ده مش بنزين. الفريون مش بيخلص ومحطوط في دوره مغلقه، فلو نقص يبقى 100% عندك تسريب، ولازم تكشف عليه وتعرف مكانه وتحله قبل ما تحط شحنه جديده. السؤال ال 14 والاخير بيقول هو انا ممكن ابدل الكاوتش الامامي بالكاوتش الخلفي؟ الاجابه طبعا، واحنا بنعمل كده كل 10000 كيلو عشان نحافظ على الكاوتش والتآكل بتاع الاربع فرد كلهم يبقى منتظم. بس كده، دي كانت الاجابات على معظم الاسئله اللي سالتوها لي. فلو لسه عندكم استفسارات تانية شاركوها معانا في الكومنتات.